الكرام من نهار وقوع الجريمه بالضبط، من المراحيض اللي وقعت فيها الجريمه. يعني بعد القاتل او المتهم اللي صفاه السمسار بواحد الطريقه بشعه بعد ما قطعوا طراف. في هذه اللحظات مازال مشاهدينا الكرام رجال الامن الوطني بجميع التنوينات ديالهم حاضرين في هذه اللحظات بقوه في هذا المكان مشاهدينا الكرام من اجل وصول الحقيقه. كما كتلاحظوا معنا فبقاو معنا مشاهدينا الكرام من خلال البث المباشر. يعني في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام غادي نحاولوا اننا نوصلوا لكم هذا هو المكان. هنا هو هنا في كيحفروا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، هنا في كيحفروا. كنحاولوا اننا نوصلوا لكم الصوره مشاهدينا الكرام. يخلي العناصر الامن الوطني باش يقوموا بالواجبات ديالهم، ما نديروجيوهمش بالواجبات ديالهم مشاهدينا الكرام، بالخدمه ديالهم. حنا خايدين الامطار يعني ديالنا باش اننا ما نكونوش ما نديروجيوهمش كما كتلاحظوا معنا. فاحنا كنحاولوا نوصل لكم مشاهدينا الكرام بالصوت والصوره اشنو واقع في هذا المكان بالضبط. بالصوت وبالصوره كنحاولوا نقربوا لكم مشاهدينا الكرام اشنو واقع. كما كتلاحظوا معنا عمليه ديال الحفيره مازال مستمره، يعني بعد ما جابوا بالا وفاس باش بعد ما عرفت ان صاحب ولدي بيت غير في الطوموبيل ديالو في الشارع بعد مشكل كبير بينه وبين مراته، قلت لولدي قول ليه يجي للدار وياخد راحته، حشومه تخليه برا. وفعلا ولدي مشى وجابو يبات عندنا. انا حاليا عمري 50 سنه، تزوجت فاش كانت عندي 22 سنه. تزوجت واحد من العائله، عشت معاه 23 عام. كان واحد الانسان محترم وما عمره قلقني وما عمره دار شي حاجه تخسر ليا خاطري. كان من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار. كنت كنقول عندي الزهر اللي تزوجت بيه. هو فعلا تزوجنا زواج تقليدي، لكن كنا كنبغيو بعضياتنا بعد الزواج بواحد الطريقه كبيره. كنا فرحانين ومرتاحين مع بعضياتنا ومفاهمين، والفرحه ديالنا كملات ملي ولدنا 3 الولاد، 2 بنات وولد. دازوا الايام والشهور والسنين، ولادنا كبروا وقراو ما شاء الله، والبنات بزوج تزوجوا وبقى غير الولد. ومن هذه 5 سنين راجلي توفى، كان ناعم الزوج ليا. حزنت عليه بزاف انا وولادو، فقدت شي حاجه كبيره في حياتي. كان مهنيني من كل شيء وما عمرني عرفت الخدمه كيفاش دايره. كان ميسور ما خصو حتى شي خير وخلانا مستورين بعد الوفاه ديالو. فاش مات انا كان عندي غير 45 سنه، وكنت كنبان صغر من العمر ديالي. حتى اللي